برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. صباح الخير أو مساءه حسب التوقيت اللي بتسمعنا فيه. أهلا بيكم في برنامج أغرب الحكاوي مع أشرقت فوزي على برونتو اف ام. من وقت ظهور السوشيال ميديا في حياتنا وكل حاجة حوالينا مستغربينها، وفي شوية تطبيقات أو أبس على الرغم إنها غريبة ولكن توقفنا عندها شوية، مش قادرين نفكر اللي اخترعها كان بيفكر في إيه وقتها. ودلوقتي هنتكلم عن تطبيقات غريبة وأول مرة نسمع عنهم. أول تطبيق وهو ريبليكا أو بالعربي إحياء الموتى. التطبيق ده اخترعته الروسية يوجينا كيودا بهدف القضاء على الشعور بالوحدة. وقتها في 2017 هي كانت بتمر بظروف صعبة لوفاة صديقها المقرب. الابليكيشن ده بيخليك تختار شكل وصوت الشخصية الإلكترونية اللي تحب تتعامل وتتكلم معاه، سواء راجل أو ست، وكمان بتتحكم في نغمة الصوت. بيكون متاح معاك 24/7 أي وقت عن طريق ظهور الشخصية 3D أو تشاتينج بوت. وكل ما الواحد استخدمه أكتر ساعد الشخصية الوهمية دي إنها تفهمه أكتر وتجاوب عليه بمنطقية أكتر بدون الحكم على مشاعره وأحاسيسه. ومن مميزاته إنه بيعرفك على نفسك أكتر ومميزاتك وطريقة التعامل مع الآخرين. تاني تطبيق معانا هو بيبي كرايس ترانسليتر. تطبيق غريب ولكنه مفيد جدا. لو كنت أب أو أم وتفتقر للغة بكاء الأطفال، التطبيق ده هيساعدك كتير قوي، لأنه هيقارن صوت بكاء طفلك مع أكتر من 200,000 صوت بكاء لأطفال تانيين. وأثبت فعلا إن التطبيق ده بيديك نتائج صحيحة بنسبة 92%. المشكلة بس الوحيدة إن هو باللغة الصينية، زيه زي تطبيق تاني اسمه تشاتر بيبي. ومعانا تطبيق كمان اسمه سبليت وايز. التطبيق ده بيشجعك على ثقافة مشاركة العيش مع الآخرين. فمثلا لو كنت في رحلة مع أصدقائك فهو بيتكلف بتقسيم الأدوار والفواتير بينكم. ورابع تطبيق معانا هو SMTH. التطبيق ده اتعمل لأي حد حابب يكسر تليفونه، بيحسب لك مدى ارتفاعك لرمي تليفونك بالطريقة الصحيحة، ولازم يكون عمرك 18 سنة لاستخدامه. بس التطبيق ده تم حظره من أب ستور. وبالمناسبة التطور والانفتاح على العالم ده ساهم في تغيير جيلنا بشكل ملحوظ وكبير جدا علينا وعلى أولادنا، من أكبرهم لأصغرهم. ربنا يهدينا ويهدي أولادنا جميعا. ما هو ده زمن النت، وشوفوا زمان كان إيه وشوفوا دلوقتي حصل إيه، ويا ريته ما حصل. الولد داخل على باباه ياخد مصروف الأسبوع. زمان كان ممكن يقول لمامته وهي تقول لباباه إنه عايز المصروف، لأنه محرج إنه يطلب كده من باباه وخايف منه. دلوقتي إيه يا مان، إحنا النهاردة كام في الشهر؟ أنت مش هتقبجني ولا إيه حكايتك بالظبط؟ يلا اختصر عشان ما عنديش وقت وصاحبي بيرنلي عايز أنزل. الفلوس يعني الماني. خروج الولد ورجوعه من البيت. زمان كان ممنوع التأخير، ولو اتأخر يبقى السبب قهري مع إبداء الأسباب والاعتذار الفوري. دلوقتي تلاقي الولد داخل الساعة 1 صباحا، بابا يقول له كويس إنك ما تأخرتش النهاردة، ويرد الولد تأخير إيه يا مان، أنا طالع أغير هدومي ونازل تاني. وفي نقطة كمان، دخول الأب البيت. زمان الأب يعني الهيبة، يعني يسمعوا بس صوت باباهم من بعيد كله يقوم مرعوب، واللي في إيده حاجة يسيبها ويستقبلوا باباهم على الباب، ولو معاه حاجة يشيلوها عنه. دلوقتي الولد قاعد قدام الكمبيوتر أو بيتفرج على ماتش كورة، والبنت بتتكلم في التليفون، مش فاضيين يعملوا إيه، والأب على الباب بيخبط، مع العلم إن الأب ليه خبطة مميزة، يعني عارفين إن هو اللي على الباب. وفي نقطة كمان، نزول المرأة للعمل. زمان كانت المرأة بتسعى من أجل حريتها وإثبات ذاتها وكيانها ووجودها، وكانت تتمنى النزول للعمل. دلوقتي منه لله اسم أمين، هو اللي بهدلنا وهو اللي نزلنا الشغل وخلانا نتبهدل. طبعا كلنا عارفين جيل الثمانينات والتسعينات كانوا أجمل أيام، عشنا طفولتنا بجد وتعلمنا وذاكرنا بجد. كل حاجة كانت واخدة حقها وقتها، رتم كل حاجة كان هادي وبسيط وحقيقي، بنستمتع بكل حاجة بنعملها، وأجمل ذكريات الواحد عاشها والله. زمان أفخم بيت فيك يا مصر كان بيجيب لعياله الأتاري، وهو ده كان رفاهيتنا كلها وقتها. وطبعا ما كانش متاح للكل، فكنا بنشوف أغنى صاحب في الشلة ونقضي عنده اليوم ونتجمع نلعب عنده، وهو ده كان محور الحديث والتنافس ما بيننا. يا سلام، فين أيام سوبر ماريو وكرة القدم وسونيك والمصارعة؟ كل ده اختلف دلوقتي. تقدر دلوقتي تجيب أتاري لطفل ويلعب ويستمتع بيه، ما ظنش إنه هيفهمه أصلا. دلوقتي جيل غريب، تشوف أصغر طفل ماشي ماسك أحدث موبايل أو جهاز تابلت وبيستخدمه أحسن مني ومنك. بقى في تطور غريب وسريع قوي، يفتح اليوتيوب وقلد يا معلم أي حاجة يبقى قدامها. زمان كنا لازم نحدد يوم في الأسبوع للتجمع العائلي، وأغلبنا كان بيتجمع الجمعة، نصلي سوا، نفطر فطار حلو سوا، ونحضر كله مع بعض. كان في مشاركة من كل أفراد العيلة، وصلة الرحم والبركة كانت طاغية حوالينا. عشان كده بنقول فين أيام زمان.
إنما دلوقتي كل واحد قافل عليه بيته ومحشور بين الدروس والسبلايز بتاعته وبتاعت العيال وإشي كورسات وألعاب رياضية وبطولات. يعني الواد من دول يبقى عنده 5 سنين وتحسه رجل أعمال مفرهد من كتر المشاوير اللي عنده. كل حاجة اختلفت في وقتنا والجيل والعقليات، حتى أساليب التعليم. حتى وسائل التواصل زمان كان فيها مجهود وتعب عشان توصل لحد تاني. وقتها أنا فاكرة الجوابات وأيام كوبايتين وبينهم حبل، لكن دلوقتي اوعى تتعب نفسك في ثواني وتلاقيك قصاد الشخص اللي انت عاوز تكلمه، فيديو كول أو فويس كول، ما يحسسوناش بالغربة خالص. كان معاكم أشرقت فوزي في برنامج أغرب الحكاوي على برونتو FM.